إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، المبتهل الشيخ نصر الدين طوبار. حين يهدي الصبح إشراق سلام، حين يهدي الصبح إشراق سلام، يكتب الطل يكتب الطل يكتب الطل رحيقا من ندى، موقظا بالنور أكفان الحياة، موقظا بالنور أكفان الحياة، الضحى من نور من والندى من فيض من، الضحى من نور من والندى من فيض من، سبحت لله في العش الطيور. يا صباح الفل ويا صباح الرغاوي والبلبطه والبصوا والنظافه كده. يعني عايزه اقول لكم مفيش بعد كده بقى ايه بلبطه ورغاوي زي ما انتم شايفين. الدنيا قدامكم اهي، بصوا بتتكلم عن نفسها. ازيكم يا احلى اخوات في الدنيا؟ نقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اخواتي فراولاتي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير جميعا. بشكر كل اخواتي اللي موجودين معايا في القناه، بشكر اي حد بيكتب لي كومنت ايجابي بيديني دفعه للامام. بشكر كل اخواتي، يعني اي حد راجل ست كلكم على راسي من فوق. بشكر كل اخواتي المحترمين الموجودين معايا في القناه. اي حد بيديني دفعه للامام، اي حد بيساعدني بمشاهده بلايك. دعمكم ليا ده على راسي من فوق. بشكر كل اخواتي اللي معايا على طول دايما مستمرين على فيديوهاتي، مش بيسيبوني ابدا. اول ما انزل الفيديو الاقيهم كده على طول في ظهري وبيشاهدوا وهم مش مستفيدين مني اي حاجه. بجد بشكرهم جدا جدا. من لم يشكر الناس لا يشكر الله. فانا بشكر كل اخواتي وربنا يديمكم نعمه في حياتي يا رب العالمين. يلا يا قمرات بقى، لو كده حد اول مره بيشوف اختكم ام يوسف اتمنى يشترك عندي ويضغط على علامه الجرس واضغطوا على كلمه الكل. ان شاء الله باذن الله يوصلكم الاشعار بكل فيديو جديد انزله. بصوا بقى، عندي شويه حاجات كده لسه عايزه تتغسل. يعني انا عندي سجادي مغسول متشال، بس دي حاجات اللي انا شغاله بيها اللي انا فرشاها. فالجو خلاص بقى ايه كده، البرد بدأ يبان كده، فاللي هو حابه ادفي الشقه برضو عشان الولاد وكده ما يبقاش بلاط باين بقى وكده. فهطلع إيه السجاد اللي انا شايلاه. عشان اطلع السجاد لازم اغسل اللي انا ايه كنت فرشاه، لاني بستخدم الحافظه ديت كده على السجاد يعني. وانا فرشاه بتدي دفى وكمان بتحفظ السجاد، اللي هو مش بتخليني اغسل السجاد ياما بقى كل يوم والتاني شايلاه غسلاه. بجد الحفظات دي جميله جدا. يلا يا قمر بقى كده، لو عندك شويه حاجات لسه ما عملتهاش، عندك سجاد عايز يتغسل وما غسلتوش خلاص بقى. يعني عايزه اقول لكم احنا كده دخلنا في الوقت الجد. يلا يا جميل كده الحقي نفسك قبل بقى ايه السقعه كده والبرد المتكتك ده. الشهر اللي جاي واللي بعده ده ممنوع لمس الميه بجد. الشهر اللي جاي واللي بعده الميه بتبقى صعبه جدا جدا، يعني اللي هو يعني 12 شهر واحد بيبقى طوبي.
في شهر طوبي ده اللي هو هناكل ونتغطى ونتكلفت وبس. ويا ريت الاكل حد يعملوه كمان ويجيبوا لحد عندنا. بيبقى الناس بتتجمد. عايزه اقول لكم السنه اللي فاتت كان الجو رهيب، فقلت اما الحق نفسي قبل ما يعدي الوقت يعني وكده، عشان انا من الناس اللي اول الشتا ما بيجي واللي هي الساعه بتلاقوني اتلوحت على طول على الجنب الشمال. ببص الاقي رقبتي دي اللي هي جابت الناحيه الشمال دي كده وثبتت، اجي اجيبها يمين ابدا مستحيل. الاقي دراعتي جسمي كلنا كده، اللي هو بقى ايه الرطوبه بتاعت الصيف كلها بتطلع علينا في الشتاء. زي ما بيقولك كده اللي كان بط بط بيطلع لنا وز وز. بجد من كتر رطوبة الصيف بقى والمراوح والقعدة بقى براحتنا في البيوت كده باللبس اللي هو بتاعنا العادي بقى بتاع الصيف ده وكده، فالرطوبة اللي جسمنا بياخدها كلها أول ما بيجي الشتاء بتبان علينا على طول. عايزة أقول لكم حاجة بقى، الحافظة ديت كده مثلا زي رابع غسلة ليها عندي أو خامس غسلة تقريبا، لأني كنت شلتها فترة. أول ما جبتها كنت فاهماها غلط. اقول لكم ازاي كنت فاهمه غلط. انا بغسلها كده زي ما انتوا شايفين، كنت بغسلها بالفرشه اللي هي الخشنه، عارفين الفرشه اللي هي العاديه بتاعه البلاط. فكان اكبر غلط انا عملته مع الحافظه دي بصراحه، غلطت في حقها. هقول لكم ازاي. الفرشه بتاعه البلاط الحافظه ديت يعني هي ملزوقه، هي جزئين على بعض طبقتين. طبقه اللي هي بتلزق في الارض في البلاط. انا فرشاها طول الصيف كده في الارض من غير سجاد تحتها، وجميله وشكلها شيك مش وحشه. كنت جايباها ب400 ل25 تقريبا، بس مع ارتفاع الاسعار وغلاء التجار مش عارفه وصلت لكام دلوقتي. فلما غسلتها بالفرشه الخشنه اللي هي لقيتها ايه، راحت فاصله بعضيها عن بعضيها، يعني الطبقتين اتفصلوا. اللي هو ظهر الحافظه كانوا الاتنين واحد كده وكانت جميله. فلما بغسلها بقى بالفرشه الخشنه وضعت جامد كده فصلت دي من دي، فكان ده اكبر غلط. طلع الموضوع سهل جدا، كان مجهود عليا جدا لما بغسلها بالفرشه اللي هي بتاعه البلاط. بصوا شمعه انا غسلها بايه، بفرشه المقشه. كتير عندنا كده بتبقى المقشات ما بتبقى قديمه عندنا ومستخدمينها كتير، اللي هي بتلاقيها مسكت بعضها شويه كده، تلاقيها نخشنت شويه من الميه ومن من الاستخدام بتاعها. خليها اوعي ترميها لو عندك مقشه كده، رهيبه في غسيل الحفاظات والسجاد. اي سجاده عندك كده اللي هي وبرتها ناعمه او اللي هي القطيفه داخل فيها النسيج بتاعها اللي هو مش عارفه اوصفها لكم. بتبقى ناعمه ديت كده، لا دي اعمليها على طول بالمقشه، بتنضف وبتروح زي الفل وسريعه وما بتاخدش معاكي اي وقت ولا مجهود. بجد وعن تجربه هتشوفوها دلوقتي. بصوا اللي هي يعني شمعة فله كده معايا من غير بقى مجهود كتير ولا مغسلتش كتير، ما تعبتش فيها والله. وعشان تشطفيها بقى مغاسيل الشطيف زي مامتي ما كانت بتقولي، يعني لما تغسلي حاجه لو شطفتيها حلوه قوي قوي هتلاقيها معاكي زي الفل كده. تعالى اوريها لكم. بصوا راحت زي الفل كده شمعة. مفيش عندي غير الحته اللي في الطرقه ديت كده بقدر اتحكم شويه في الغسيل فيها. لو خدتها في الحمام وغسلتها بتبهدلني. غسلتها بقى بصوا شطفتها لما طبقتها كده عشان احطها تتصفى، حطيتها على الحوض في الحمام تتصفى وتاخد ايه وقتها مع نفسها لما اخلص بقيه السجاد. ديت كده السجاده دي مدوره بحطها في اوضه الولاد جوه. السجاده دي عندي من زمان، عايزه اقول لكم بقالها كتير. ان شاء الله باذن الله كده الواحد نفسه يغير السجاد كله. فالسجاده دي كنت جايباها هي وسجاده تانية مربعه، كانت مترين في مترين ونص. كانت هي ودي كانوا ب350 جنيه. انتوا متخيلين كانت الاسعار ازاي وكانت عامله ازاي. قلت برضو اللي انا ايه شلت من عليها الحافظه مرتين كده اللي هو عشان اغسلها وكسل ارجع تاني افرشها وبتاع، بتاخد وقت على ما تنشف. فما كانت بقى ايه رجول الولاد كده، فقلت اما اشطفها معايا بالمره عشان ابقى ايه كده فرشاه وحط عليها الحافظه على نظافه. طلعتها كده وقلت بقى ايه هاخدها معايا ايه شاطفه كده بشويه بقى ايه بغسل بيه. انا هقول لكم بغسل بيه باللي هو الشامبو بتاع السجاد. بتجيبيه من عند اي حد بتاع مستلزمات تنظيفه كده. هو اسمه ايه بيبيع الحاجات دي مستلزمات مستلزمات مين. ركزي يا معلش ما تاخذونيش عندي برد. جبت المشايات دي برضو كده برضو غسلتها كل الغسيل ده والله العظيم بفرشة المقش. شايفين السجاد زي الفل كده
وانا اللي تاريني كنت تعبه نفسي تعب السنين. هنعمل مع بعض غدا حلو كمان، بس قلت الاول كده لما اخلص كده السجاد بتاعي والم الميه، لان ابو يوسف كان هنا فكان نايم وانا عارفه انه مش هيصحى بالنهار كده، يعني هياخد شويه في النوم. قلت بسرعه، كنت بصوا شغاله على اخري قبل ما يصحى عشان ما يصحاش يلاقي بقى زروطه ولخبطه وكده. فلو هتغسلي السجاد خليكي لما جوزك يكون مثلا ايه عفوا يا حبايبي، مش عارفه صحيت من النوم لقيت اللوز كده عامله لقيت يعني زوري مسدود مش عارفه ابلع بيها حتى والله، حتى تلاقوا صوتي متغير تحت الميه بقى كده. دي مشايه تانية غير اللي وريتها لكم، كنت غسلتها يعني ايه مع نفسي عشان ما اطولش عليكم. قلت بقى اما اخدها تحت الميه جوه كده بصوا بتبقى زي الفل. تحبي بقى تقلبي الدنيا وتنضفي تنظيفات عميقه بلاش وزوجك موجود في البيت. انا بس استغليت ان هو نايم فشفت شغلي بصوا ديت كنت جايباها كانت للطرقه والمطبخ، السجاده اللي هي فيها شجر دي، في منها اللي هي 3 دي ان شاء الله هجيبها. دي كنت جايباها ما كانتش غاليه يعني، كنت جايباها كده للمطبخ والطرقه، بس من كتر الغسيل اللي هي بقت يعني طريه خالص كده، بقت عامله زي القماش. والله شكلها حلو والله شكلها حلو. المشايات دي كنت جايباها في عايزك العيد، اي حاجه هي شايف مشايات ولا ناشفه شويه كده بفرشها مثلا تحت رجلي عند الحوض بتاع المطبخ قدام الحمام، بتستحمل شويه. لا منظر الصابون حلو قوي هو ياما كده. بصوا شامبو الغسيل بتاع السجاد ده رهيب رهيب يا بنات. يلا قمر بقى قومي اتنشطي مع اختكم يوسف كده، يلا نساعد بعض، يلا نشجع بعض. انا هشجعك كده ان انت تشوفيني وانا بغسل بتاع كده تاخدي باور تقومي ايه تشتغلي، وانت شجعيني باللايك والمشاهده بجد والله العظيم كتير لما بنشوفوا حد بيعمل حاجه اللي هو بيديكي باور بيشجعك تقومي وتخلصي. يلا يا جميل كده الهدف من فيديوهاتنا ان احنا نشجع بعض، ان نساعد بعض. الناس بقى اللي بتدخل تكتب تعليقات سلبيه الله يسامحك، في واحد داخل كاتب لي كومنت قناتك مش مثيره فعشان كده انا سحبت الاشتراك من عندي، سحبت الاشتراك. بقول لكم بصوا راحت فله شمعه كده كله بالمقش، السر في المقش. كتير عندنا زي ما قلت لكم المقشات بتستنى وبتترمي على طول، اول ما تلاقيها مسكت في بعضها كده اللي هو الشعر بتاع البشره ده بنيجي ماسكينها رامينها، اوعي ترمي احتفظي بيه. ممكن تغسلي بقى بلاط الحمام حيطان الحمام اي حاجه. بصوا بقت فله من غير مجهود والله العظيم. حطيت بقى كله يتصفى مع بعضه هنا كده عشان ايه لما انشرهم في البلكونه بيبقى الجزء الاكبر في البلكونه من جوه، ما يبللوش البلكونه ميه يعني وكده. جايبين كده بصوا بقول لكم خلصت رحت بقى ايه ابو ميه على الاخر، سبتهم يتصفوا بقى واخدهم كمان انشرهم كده معايا. نشرتهم بقى بصوا زي الفل زي ما انتم شايفين، بس سايبه الجزء الاكتر كده في البلكونه جوه زي ما انتم شايفين، لاني قبل كده اتسرقت مني دفايه من الحبال بتاعه البلكونه الصغيره اللي ورا دي، فمن يومها بقيت بخاف اصلا انشر فيها اي حاجه. ياخدوا بقى وقتهم كده، وبالليل مثلا باجي داخله لماهم بقى وركناهم، وتاني يوم مثلا بنشرهم، لان البلكونه التانية اللي عندي بره اللي هي في الريسبشن بره اللي هي متقفله، فما بعرفش انشر عليها من الشباك وكده بيبقى مقفل. يلا بينا بقى ندخل على المطبخ نعمل غدا. هنا بقى ايه دخلت على المطبخ كده، تعالوا هنتبل مع بعض بانيه وحمام. هنعمل البانيه والحمام مشويين كده بتتبيله رهيبه، وهنعمل معاهم كمان شويه رز بقى بطريقه جديده، رز متبل بس بطريقه جديده يعني هيعجبكم قوي قوي. شويه رز اللي هو كده يتاكلوا حاف من غير حاجه خالص. جبت بصلايه كبيره كده بشرتها، وجبت كمان طماطميتين متوسطين، ممكن طماطميه واحده، وبشرتهم كلهم على بعض كده. جبت بقى ايه كده عايزه اصفي انا الكلام ده، احط عليه الاول شويه ملح على البصل والطماطم، وجبت المصفى بتاعتي هنزل بقى بالبصل والطماطم فيها. انا عايزه ميه البصل لوحدها واللي هو البشر بتاع الطماطم والبصل لوحده، هستخدم ده وهستخدم ده مش هنرميه ولا حاجه. بس المهم ايه كده عايزه منها زي كوبايه من عصير الطماطم على ميه البصل الاتنين مع بعض. تقدري تضربيهم في الكبه كمان تفرميهم فرم ناعم، بس انا قلت الموضوع مش مستاهل يعني، وكنت كمان مستعجله.
هخلي بقى البشر بتاع البصل ده مش هرميه زي ما قلت لكم. تعالوا بقى ايه نتبل كده ميه البصل والطماطم دي علشان نعمل بيها نتبل بيها الحمام والبانيه بتاعنا. جبت بقى التوابل بتاعتي، معلقه كبيره من الثوم البودر، معلقه كبيره من البابريكا المدخنه، ربع معلقه صغيره من 7 بهارات، نص معلقه صغيره من الفلفل الاسود، وحطي الملح اللي انت عايزاه. بصي بقى معلقه الصلصه دي اختياري، مش عايزه تحطيها عادي. معلقه من معجون الطماطم او الصلصه، معلقه من الخل، ودي كده معلقه كبيره من دبس الرمان وكان خلص. ما عندكيش دبس الرمان عادي خالص، حطي عصير ليمونه، هتستبدلي دبس الرمان بعصير الليمونه. كنت بقى غاسله الحمام وغاسله البانيه ومفتحه الحمام من ظهره ومقطعه الحمام سميك شويه. بصوا هنا الحمام بقول لكم انا مفتحاه من ظهره كده. هنزل عليه بقى بالخلطه دي، ريحتها حلوه قوي قوي. وانتي تقدري تحطي التوابل زي ما قلتلك اللي انتي تحبيها واللي بتشتغلي بيها. حابه تستغني عن معلقه معجون الطماطم دي استغني عنها، وحطي ميه البصل اللهم صل على النبي، ومع عصير الطماطمايه يعني ميه البصل والطماطم، وقطعي البانيه سميك شويه. مهم قوي بقى ان انا اسيبهم كده مع بعض يشربوا من التتبيله دي زي ساعه كده مثلا. تعالوا بقى كده على ما يتبلوا معانا بياخدوا وقتهم شويه. تعالوا بقى نعمل مع بعض شويه رز بقى تحفه. حطيت مكعبين من الزبده كده وعليهم شويه زيت. الزبده هتدي الرز طعمه حلو، وكمان الزيت هيخلي الرز مفلفل، بس زيت نباتي مش زيت من العادي. حطيت 3 عيدان كده من القرنفل او المسمار زي ما بتقولوا، رشه من الحبهان المطحون، رشه فلفل اسود، وكمان فصين 3 مستكه. هتاكلي بقى احلى شويه رز. عايزه اقول لكم المستكه هنا بتودي الرز معاكم في حته تانية خالص. جبت هنا بقى كده البشر بتاع الطماطم البصل اللي احنا اخدنا منه الميه للحمام والبانيه، ونزلت بيهم عليها كده بعد ما شميت ريحه التوابل. هديها كمان رشه فلفل اسود، واحط الملح بتاعي، واحط الميه. كيلو الرز بتاعنا ده رز عادي بلدي، رز المصري. كيلو الرز عليه لتر من الميه، على حسب كميه الرز حطي ميه بالحاجه اللي بتعايري بيها. خلي بالكم الرز الجديد اليومين دول بياخد ميه زياده. اليومين دول موسم الرز، والرز بيبقى محتاج ميه زياده. جبت بقى الجريلا اللي عندك، هاتي صينيه، حله، طاسه، الموجود عندك. حطيت فيها كده زي ايه حطيت مكعبين زبده صغيرين مش كبار قوي زي ما انتم شايفين، وخليتهم ايه ما سخنوش جامد عشان الزبده ما تتحرقش معايا. يا دوب الطاسه سخنت نزلت بالزبده، ما سبتش ما سبتش الزبده لما هي ايه تسيح قوي يعني وتتحرق وكده، لا حطيت الحمام على طول. حطيته على نار عاليه هياخد صدمه من الجنبين. طبعا مش هعمله كده وكده وياخد لونه واطلعه، طبعا لا مش هيكون مستوي معايا. الرز هناك بدأ يغلي معايا كده، قلبته تقليبه وهدي عليه النار. هغطي على الحمام، هياخد معايا تسويه قد ايه، ربع ساعه على كل جنب كده. هسيبه ربع ساعه وهديت النار. الصوص اللي بينزل منه كده بتاع التتبيله ده هيخلي طعمه حلو، وكمان هيستوي معايا. على كل جنب كنت بشيل كده الغطا واقلبه واسيبه 5 دقايق واغطيه عشان اضمن ان هو يستوي معايا. ده حمام بلدي طبعا، حمام اللي هو زغاليل ما بياخدش تسويه معانا يعني ولا حاجه، وبيكون طعمه رهيب كده. كده خلاص بقى على نار هاديه كل الكلام ده. هطلعه بقى كده واجيب برضو البانيه. فاضل بقى الزبده زي ما هي اهي، طاسه سخنه طبعا بس مهديه النار. رصيت البانيه بتاعي خلاص، هخلي النار متوسطه. هخلي النار متوسطه برضو لما ياخد صدمه على كل جنب كده عشان يقفل المسام بتاعته برضو، يحتفظ بالسوائل اللي موجوده جواه، يبقى طاري البانيه معاكي في الاكل كده، ميبقاش اللي هو متفل كده وناشف. بس البانيه بقى هياخد 10 دقايق معانا مش اكتر. طبعا كنت بغطي عليه، غطيت عليه مره 5 دقايق، والخمس دقايق التانيين اللي هو لا مغطيتش. سيبه بقى كده لما ينشف الصوص اللي فيه ده كده عشان ياخد معايا ايه اللون المتكرمل ده، اللون الحلو الذهبي ما شاء الله. بصوا الريحه هنا ما اقولكمش. خلاص بقى كنت خلصت وكانوا جعانين، يلا نغرف عشان جعانين. شويه الرز دول تحفه. طبعا بقى بيطلعي القرنفل ده منه بعد ما يستوي عشان ما يجيش يعني بق حد او كده يضايقه، يكون محدش بيحبه يعني. تعالوا بقى نرصه كده زي ما بناكلوا الاكلات ديت في المطاعم وفي في الاعداد بتاعه العرب دي كده تدي شكل حلو. هاتي شيبسي بقى، مخلل، زي ما تحبي قدمي معاه.
بس كده خلاص. بصوا الامن مستتب زي ما انتم شايفين، مستوي وتحفه كده، وبرده الحمام مستوي ما خدش تسويه. مع السلامه يا امارات.